ولكن غيبغيو يكونوا في الفرح ديالك باش عاوتاني يحسدوك تبقاي نفس الدوامه. اللهم مزيان ملي تدوز هاد الابتلاء كتفلتريهم بعدا، ولا قالك شي حد قالك علاش اختي ما عيطتش لي، عافاك يا خالتي. الا ولدك اوكي ما تزوجش بهذيك الانسانه اللي مثلا هي مطلقه، ربي غيعطيك درس. وفاش غيعطيك هذا الدرس؟ غيعطيه لك في انسانه غيتزوج بها ولدك المهم هادشي. بالعكس صلي باش تبعدي على الحوايج الخايبين. ما عمرنا كنبغيو نتزوجوا باش اننا نطلقوا، ما عمرنا كنبغيو نتزوجوا باش انها صافي نساليو العلاقه، ديما كنبغيو نتزوجوا باش اننا نكملوا مع هذا الشخص حتى نموتوا. عافاكم الا ما كنتوش قد الزواج كان ضد فكره الطلاق ديالي، حيتاش انا هاد الشخص انا اللي جبتو ليهم، ما جابوش ليا، ماشي هما اللي قالوا لي تزوجي بهذا الانسان، انا اللي جبت لهم وقنعتهم انني نتزوج. اصعب درجه ديال الابتلاء هي هذه. وفي هذا الاثناء غادي نقول لكم على واحد السيد اللي بغى واثر فيا. بسم الله، السلام عليكم بنات، نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون شويه مختلف بحكم انها انا غادي نقربكم مني شويه. صراحه الفكره ديال الفيديو كيفاش تخدات، هو ديجا الفكره كانت من شحال هذه، ولكن الفكره هو انه واحد البنت شفتها واحد لا فيديو انها كتبكي وطلقات وكتبكي وفريمون بحرقه وهكا، فقررت انني نشارك معكم تجربتي ونعطيكم بغيت نوصل لكم شي حاجات اللي مهمه من التجربه ديالي، وغادي تفهموا طبعا ملي غادي ندخل في الموضوع. اكيد الموضوع ديال لا فيديو هو الابتلاء، ربي مني كيبتلينا بشي ابتلاء، سواء كان زعما في الصحه ديالنا، في علاقاتنا، طلاق مثلا، ولا في الفقدان مثلا ديال شي حد عزيز مثلا. مني سبحان الله ربي كيجيو الابتلاءات وحده من ورا وحده متتاليين، كيجيو هكا. كتقول مني كتكون انت في ديك الوقيته فاش ربي كيبتليك، ما كتكونش عارف الحكمه، ديال الله سبحانه وتعالى، فكتقول علاش انا. وهذا الشيء انا كنقول لكم عن تجربه، كتبقى تقول علاش انا، وكتحزن وكتضيق بك الدنيا وكتكحل في عينيك الدنيا، ما كتكونش عارف صراحه في داك الحال في داك الوقيته الحكمه. وهذه هي الحكمه من الابتلاء، هو انك تدوز من بزاف المراحل عاد كتستوعب، عاد كتوعى الوعي، عاد كتوعى بانه اي حاجه وقعت لك كانت من الخير، وكتهونها على راسك في الدنيا. كتولي كل الامور ولا كل الحاجات اللي كتوقع لك في حياتك اليوميه، في حياتك اون جينيرال، كتولي شي حاجه كتبسطها امام قدره الله وامام عظمه الله وامام حكمه الله. فهادشي اللي بغيت نوصل لكم في هاد لا فيديو. غادي نرجع بكم من هنا اعوام قبل، غادي نرجع بكم هكا واحد 5 سنين. في هذيك الفتره انا كنت متزوجه بواحد الشخص وما كتبش، كانوا مشاكل، كانوا بزاف الحاجات بصراحه اللي من بعد نقدر نتشارك معكم ولا دابا في هاد لا فيديو. هو انكم حاولوا البنات اللي باقيين صغار في العمر، عافاكم ما تفكروش انكم تزوجوا صغار، ما عمركم تفكروا انكم تزوجوا صغار، حيتاش كتكونوا نتوما صغار ما كتكونوش اصلا عارفين شنو نتوما باغيين، ستيل دو في ديالكم ما كتكونوش اصلا عارفينه، وكتمشيو تختاروا واحد الانسان، ومن بعد هذاك الانسان يقدر ما يتوافقش مع داكشي انت اللي انت كتبغي انت مثلا، والمبادئ ديالو ماشي هي المبادئ ديالك. كتكوني انت اصلا يلا كتكتشفي في راسك وكتمشي تزوجي بانسان اللي مختلف تماما عليك، البيئه ديالو ماشي هي البيئه ديالك، بزاف الحوايج في الافكار في المبادئ في بزاف الحاجات. وعافاكم. وانا ما كنقولش، انا كنامن بواحد الحاجه، انه كل انسان شنو مقدر ليه الله. ربما انسانه تزوجت صغيره ولكن يصدق ليها الزواج، ولكن انا كنهضر اون جينيرال، هو انه البنت في عمر صغير كتكون مازال ما عارفاش اصلا هي شنو باغا، خصها تكتشف راسها وتوعى براسها. عاد ديك الساعه ندخلوا لحياتنا انسان اللي غيبقى معنا ديما. ما عمرنا كنبغيو نتزوجوا باش اننا نطلقوا، ما عمرنا كنبغيو نتزوجوا باش انه
صافي نساليو العلاقه. ديما كنبغيو نتزوجوا باش اننا نكملوا، ديما نكملوا مع هذا الشخص حتى نموتوا. لكن اكيد الطلاق ربي حللو، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقات. يعني ما كاينش شي عيب ابدا. ما عمرك هذا الموضوع غنمشي لكم دقه دقه. بالنسبه للبنات اللي كيتزوجوا صغار، انا نصيحتي حبذا لو لا. وفي حالة ما أنه بغينا نتزوجوا في واحد العمر اللي صغير ولا عمر متوسط مناسب للزواج، ديما 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 أقسم بالله العظيم إلى هاد النصيحة كنعطيها لأي إنسان عزيز عليا. ديما ما تهتميش بالماديات، ما تهتميش بحتى شي حاجة، اهتمي بحاجة واحدة، هي داك الإنسان يكون قلبه على قلبك، إنسان يكون كيخاف عليك، إنسان يكون كيحن فيك، إنسان ما تكوني معاه دوزتي ملي تكوني في علاقه انت مع هذا الشخص، خصك تكوني عارفه بلي انت دوزتي فرحتي اكثر من انك حزنتي، فرحت اكثر من انني حزنت. هاد الانسان ديما كنزيدوا انسان كنبغيو اضافات، كنضيفوا كنجيبوا انسان كنضيفوك لحياتنا باش انك تعطينا اضافه زوينه، باش انك تزيد بينا للقدام، باش انك تفرحنا، باش انك تضحكنا، وحنا كذلك كنبادلوك نفس الشيء. ورسالتي لبعض الرجال، عافاكم الا ما كنتوش قد الزواج ما تضحكوش على بنات الناس، ما كنتزوجوش بالبنات وكنصيفطوهم، وخصوصا صغار. تكون عندكم شويه المبادئ، تكون عندكم شويه ديال هكا غير الضمير الانسانيه. ما عمر ماشي حيتاش انت عجباتك واحد البنت شكلا غادي تمشي تغصبها في شبابها. ما قادش على الزواج ما تبداش، حيت الزواج ماشي غير مسؤوليات ماديه، الزواج حتى مسؤوليه عاطفيه، مسؤوليه انسانيه. من باب الانسانيه خصك تكون انسان، خصك تكون انسان، خصك تكون انسان. ما تضحكش على بنات الناس، ما تخربش حياه بنات الناس. ونصيحتي لاي بنت صغيره، عافاكي 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 للصالح ديالك، للصالح ديالك انك تتزوجي في واحد العمر متوسط، يعني زعما ماشي كبيره وماشي صغيره، ديما الوسط. لا حيتاش كتكوني عرفتي راسك شنو بغيتي، كتكوني تعلمتي بزاف الحوايج، كتكوني عرفتي كيفاش تتعاملي مع الناس، عرفتي كيفاش تتعاملي مع الراجل، عرفتي كيفاش تتعاملي مع راسك، عرفتي كيفاش تتعاملي مع البيئه اللي غادي تحولي ليها. اكيد لان الطلاق ماشي شي حاجه سهله. حنا غنجيو لموضوع الطلاق، فهذا من جهه. بالنسبه لاسباب الطلاق ديالي انا، ما كانش راحه ابدا، وكنت كنبكي اكثر من اللي كنت كنفرح، وهذه شي حاجه خايبه. وكنتمنى يا ربي من اعماق القلب ديالي حتى شي انسانه وحتى شي امراه وحتى شي بنت ما تحط في موقف انها تكون حزينه مع الزوج ديالها اكثر من اللي هي فرحانه. كان دائما اعماق قلبي، حيت بصح المراه هادشي كيأثر بزاف، كيأثر على الصحه ديال المراه، وكيأثر على النفسيه ديالها، كياخذ من الثقه ديالها براسها. انا هادشي انا كنهضر من تجربتي الخاصه. انا ملي انا وقع لي هذا الشيء ووقع الطلاق وهكا، الوقيته ديال انني كنطلق حزنت، وحزنت حزن عميق جدا. حزنت حزن انه ما بقيتش قادره. كنقول يا ريت لو انه غتستغربوا من هادشي، ولكن هادشي راه ما غيحس بيه انسان بحالي. كتقولي يا ريت انه صافي توقف عندي الحياه، بقيت بغيت والو. وسبحان الله العظيم في داك الوقيته كتقولي انا راه بوحدي، وحرفيا كتكوني بوحدك. راه هذا الابتلاء راه والله الا حكمه من عند الله. تخيل معايا انه انا فاش في داك الوقيته ديال الطلاق وهكا، وانا العمر ديالي صغير زعما ماشي كنت كبيره، 19 عام. في داك الوقيته اكتشفت معدن الناس اللي دايرين بيا، اكتشفت معدن الناس اللي دايرين بيا. عرفتو ناس كنت كنعتبرهم ناس قراب ليا، وانا من النوع اللي ساذج، كنبغي فهمتي، كنبغي الناس هكا. ما عنديش شي حاجه سميتها انني نحقد على شي حد. ما بغيت غير شي نهار انا نكون شي حد هكا ما كنحملوش مثلا وهكا. الا لا دار لي شي حاجه كنكون فريمون كنكره الانسان وكنبين له. ولكن تخيل انه مثلا انا نعطيكم غير امثله. في هذيك لا بيريود كانت واحد الانسانه اللي قريبه ليا بزاف، قالت لي بلي كنت كندعي، هو كان واحد النقاش هكا، قالت لي بلي كنت كندعي انه يوقع لك هكا ووقع لك هكا.
على اساس راه هي اللي ابتلاتني، وهي فهمتوا. وانا في داك الوقيته اللي كنهضر لكم دابا انا بوعي، ولكن في داك الوقيته انا شنو، انا كنت انسانه مكسوره، وكل ما كديني وكل ما كتجيبني. انسانه اخرى قالت لي بلي كنتي كتفقصينا، ها انت دابا في الطلاق. تخيلوا معايا، وهاد الناس اللي كنقول لكم انا راه قراب ليا، وهاد الناس كنت حرفيا كنشوفهم انهم فرحانين ليا، ما كنتش كنشوف ابدا انهم حاسديني ولا ابدا. وعاود موضوع، غنرجع لموضوع الطلاق. هو انا اساسا في هذيك الفتره فاش وقع الطلاق، بصراحه كانت انسانه اللي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في ديك الوقيته انا فاش غيوقع لي الطلاق وانا كنت حزينه رغم انه انا كان الصالح ديالي داك الطلاق، وكنت انا باغا نطلق، وكنت انا اكثر طرف في فتره الزواج انا كنهضر على الطلاق بزاف. ولكن كتبقى خذلان، كتبقى كتحس بالخذلان، كتبقى تحس بالحزن، خصوصا ملي ما كيكونش مثلا الناس اللي متوافقين مع القرار ديال الطلاق. مثلا الاب ديالي انا كان ضد فكره الطلاق ديالي، حيتاش انا هاد الشخص انا اللي جبتو ليهم، ما جابوش ليا، ماشي هما اللي قالوا لي تزوجي بهذا الانسان، انا اللي جبت لهم وقنعتهم انني نتزوج. يعني انا ما عنديش شي عذر بالنسبه لهم، بحال انا راه بالنسبه لهم انا بحال راه كنلعب. هو لا، انا ماشي كنلعب، هو حرفيا جوج طلاقه، ما كانش واحد الوعي قبل الزواج، ما كانش قرار صائب، كان قرار خاطئ 100%. هو في ديك الوقيته اللي قلت لكم ديال هاد الابتلاء، هو ان في هذيك الوقيته كان تقريبا الام ديالي الشخص الوحيد اللي كان زعما مع الفكره ديال الطلاق، كانت معاه بزاف، والجده ديالي. ولكم ان تتخيلوا ان الجده ديالي غتموت في نفس الاسبوع ديال ان انا واقع لي المشكل. لكم ان تتخيلوا ان في نفس الاسبوع غادي تجي لعندي، وغادي عرفتو غادي تطمئني بواحد كنبكي، حيت هادو بالنسبه ليا هادو اصعب درجه ديال الابتلاء، هي هذه، هي انه يضيع لك شخص عزيز وشخص سند وشخص شخص شخص كان كيقيديك فريمون، كان كيقيديني. الجده ديالي كانت انسانه سبحان الله حكيمه، واي قرار قالت لك ديريه عرفي بلي فيه الخير ليك، واي قرار قالت لك لا عرفي انه غيعود عليك بالحاجات الخايبه. ومن بينهم الزواج اللي هي كانت ضد الزواج ديالي. ففي نفس الاسبوع كتجي عندي جداتي كتواسيني، في نفس الاسبوع غادي تموت. وفي نفس الاسبوع فاش جات لعندي كنت كنشوفها هي الحامي، هي الشخص اللي فريمون غيسندني، لان الجده ديالي الله يرحمها كانت انسانه، كانت واخا انا كاينين والديا، ولكن فريمون كان الفضل ديالها كبير عليا، والفضل ديالها الله يرحمها على بزاف الناس. كانت واحد الانسانه كاينش بحال جداتي سبحان الله. وفي نفس الوقيته غادي تموت. عرفتوا في ديك الوقيته انا بكثرة ما كنت محروقه على الموضوع ديال الطلاق ديالي، تهون ليا بزاف. ما بقيتش كنشوف انه شي حاجه في الحين اللي ماتت فيه واحد الانسانه العزيزه عليا. في ديك الوقيته وشفت بلي هذا ماشي شي حاجه بسيطه عاديه، فهمتوا. تهونات عندي الموضوع ديال الطلاق، ولا كيبان لي الوفاه ديال جداتي كانت هي الاصعب. شوف سبحان الله، شوف سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كيفاش ربي هو اللي كيفاش ربي هو اللي موضوع الطلاق بان لي بلي بسيط مقارنه مع ان شي حد يكون قريب لك ويتوفى عليك. انا ما كنقولش لكم ما غاديش تحزنوا الى ربي ابتلاكم، غادي تحزنوا، وهذاك الحزن هو اللي يعلمكم، وهذاك الحزن هو اللي يقويكم، وهذاك الحزن هو اللي يخليكم تعرفوا حقيقه الناس اللي دايرين بكم.
غتعرفوا الحقيقه ديال الناس اللي دايرين بكم. من وراها من ورا الوفاه ديال جداتي بصراحه حزنت بزاف. وهادشي انا من النوع اللي ما كنبينش. هو كان الاثر ديالها كبير في حياتي، واكيد حتى نتوما اكيد كان في حياتكم شخص اللي الاثر ديالو كبير بزاف حتى على شخصيتكم. انا بالنسبه لي جدتي كانت القدوه ديالي. انا ديك الحكمه ديالها وديك الهيبه ديالها، عرفتوا الا جدتي جلست في شي مجلس، رجال عيالات كلشي كتعجبهم. كانت ما شاء الله زوينه، كانت حكيمه. هضرتها ما عمرني شفت جداتي كتقول شي كلام ديال العيب ولا هكا، ولا تجرح شي حد. ما عندهاش شي حاجه سميتها انني نجرح شي حد. ولو شوف كتدخل في قلب ديالها تخلي شي حد يقلقها وهكا، ما عندهاش مشكل. المهم هي ما تجرحش. فمن وراها دازت واحد الشهور اللي شويه صعيبه، ودازت سنه. انا هذاك الابتلاء ديالي بقى مأثر عليا بزاف. وما ديك الساعه باقي ما فقتش، انا من باقي ما وعيتش، ما جاتنيش ديك الصحوه. هو انه في هذيك الوقيته كنت تخيلوا معايا انه كان الليل كله كنبقى فايقه وكنبكي. كنبقى الليل كله انا فايقه كنبكي، والنهار كنعس. ما كنبغيش نفكر، ما كنبغيش نشوف الناس في النهار ديالي، ما كنبغيش. كنبغي غير الليل، هذاك هو اللي كنستغلو. كنفيق عن قصد ان انا باش ما نفيقش بالنهار. الوزن ديالي ضعاف، ولا عندي مشكل ديال الطونسيون، ولات عندي مكتئبه، افكار سلبيه، مكسوره مجروحه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دابا سبحان الله سبحان الله. في هذيك الوقيته شوفوا سبحان الله في الابتلاء ديالكم مزيان انك انت في الابتلاء دابا تيقيني ان الصالح ديالك. وهذا الشيء غتعرفيه ما تعرفيش في ديك الوقيته، غتعرفيه حتى غيدوز واحد الوقت، وغتعرفي بلي ان داك الابتلاء كان خير لك. كشف لك الناس على حقيقتهم انت كنتي مخدوعه فيهم، ان هذاك الابتلاء كان خير لك. الموضوع ديال الطلاق ديالك خير ليك، حيت ربي غيعوضك محسن. وربما كون بقيتي مع داك الشخص وما طلقتيش، كنتي غتكوني اتعس انسان على وجه الكره. فهذا بخصوص الابتلاء. ندوزو لموضوع الطلاق. موضوع الطلاق عفاكم بغيت غير نشرح لكم واحد الحاجه. هادوك الناس الاميين اللي كتحسب لكم انها المراه المطلقه راه شي حاجه عيب، واش نتوما غتكونوا احسن من سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تزوج مطلقات؟ نتوما غتكونوا احسن منه؟ البنات سمحوا لي، هو انه الميكرو ديالي ديشارجا ليا وانا خصني نكمل لكم الموضوع ديالنا. فنرجع لكم بالنسبه للموضوع. كنا وصلنا في الموضوع ديال هذوك الناس اللي كيشوفوا المراه المطلقه شي حاجه عيب. واش نتوما زعما احسن من الرسول سيد الخلق اللي تزوج بزينب بنت جحش، ما عقلتش على اسمها بالضبط، ولكن زينب وجويريه؟ نتوما تكونوا احسن من الرسول؟ نتوما تكونوا احسن من المبشرين بالجنه الصحابه اللي تزوجوا بمطلقات؟ عافاك يا خالتي، الا ولدك اوكي ما تزوجش بهذيك الانسانه اللي مثلا هي مطلقه، شنو هي غتموت؟ لا ما غاديش تموت، ربي غيعوضها، ربي غيعوضها. وانتي حيت جرحتيها ربي غيعطيك درس. وفاش غيعطيك هذا الدرس؟ غيعطيه لك في انسان غيتزوج بها ولدك غادي المهم هادشي هذا غير حاجه ما عمرنا كنعممو. الا كان واحد الانسان وحده مطلقه كانت خايبه، ما كنجمعوش كاع الناس كنقولوا راهم خايبين. ما يمكنش تعميم لغه الجهلاء الناس، تعميم لغه الجهلاء. فلهذا البنات ديما خذوها قاعده، ما عمركم تجرحوا الناس، ما عمركم تجرحوا، خصوصا الى شي حد فيكم في ابتلاء. ما عمرك انك تفكري تجرحيه. حيتاش كنتمنى ان الصوت يكون مزيان، حيتاش ديما كاينه واحد الحاجه سميتها ربي كما تدين تدان. درتي شي حاجه غترجع لك. انا والله العظيم وقسما بالله الى واحد السيده، وهذوك الناس كاملين اللي قلت لكم انهم زعما استهونوا بالمشاعر ديالي وضحكوا عليا في داك وتشمتوا بيا وانا كنطلق، هذوك الناس كاملين والله العظيم اني شفتهم بعيني هكا وقع لهم مكفس. تخيل معي انا واحد الانسانه
ما نذكرش، ولكن هادو كلهم قراب ليا. واحد الانسانه جرحتني بكلامها، والله العظيم كنت كنصلي وكندعي وكنبكي وما كندعيش عليها. كنت كنقول يا ربي انا تجرحت دابا، انا مجروحه دابا، وانا انسانه تجرحت بالهضره. يا ربي طفي هاد الجرح اللي انا كنحس به. اسبوع واحد اني شفتي كتبهدل واحد التبهديله، وقلت اللهم لا شماتة، وقلت اللهم لا شماتة، حيتاش انا مجربه، انا انسانه مجربه ان الانسان يجرحك. ما كنبغيش نجرح، ما كنقدرش نجرح. انا نعرف انسانه خايبه حالتها ما نقدرش نبين ليها حتى. هادشي كيشوفوه بعض الناس زعما هذا ضعف في الانسان. لا، هذا ماشي ضعف. انا كنقتديو بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ماشي ضعف، بالعكس هذا قوه. فبالنسبه لهاد كما قلت لكم في هاد الوقيته، من ورا هاد البيريود هاني جا رمضان تاع 2021. وهذيك رمضان سبحان الله كان واحد النقله ديالي، هو انه في هذيك رمضان وليت كنقرا القران بزاف، وليت كنذكر الله بزاف، وليت نصلي في الوقت ديالها، التزمت سبحان الله، وحتى بالقيام الليل. سبحان الله عرفت واحد الراحه ما يمكنش، واحد الراحه كنت كنحس بواحد الراحه عجيبه. ارتحيت، وحتى انا خرجت من داك القوقعه اللي كنت فيها ديال الحزن. وسبحان الله انه انا وليت انسانه ايجابيه. واخا من ورا هاد الشيء غادي توقع ان من بعد الطلاق يكونوا واحد هكا الناس كيتقدموا لي خطوبه هكا. ف لانني انا ما تعلمتش الدرس اللي كان خصني نتعلمه، طحت في كل مره في نفس المشاكل. الحمد لله ان الموضوع ما كانش كيوصل للزواج، ولكن كنت كنطيح في ناس فريمون، كنت كنتجرح حيتاش انا ما فهمتش الدرس، انا ما بغيتش راسي. انا ما هو الابتلاء كان خصني باش نفهم انا. ربي بغى يوصل لي رسائل، بغاني تكون عندي واحد الصحوه، هو ان انا نولي انسانه هكا حذره. ماشي حذره بمعنى انك نخاف من الناس، لا، غير هو كنتعامل وكنعطي، ولكن في نفس الوقت كنشوف حتى لي غوتور ديال داك شنو انا كيجيني انا من عند داك الشخص، عاد كنتعلق في داك الشخص، ما كنجيوش نتعلقوا. وهادوك حتى هما كانوا ابتلاءات. وسبحان الله العظيم انا كنت كنقول امتى غيجيني العوض. شوف هذا ما كانش عندي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا غلط. الا كنتو في الوقيته، وشو سبحان الله انا راه ننصحكم، راه غادي دوزو من كاع هاد المراحل اللي دزت منهم انا. واخا انا ننصحكم نقول لكم ما ديروش، حيت انا كنت كتفرج دي فيديو، ولكن راه حتى كدوز من داكشي وكتعيش وكطيح وتنوض عاد كتستوعب انا اش كنقول. عاد غتستوعب هادشي. هو انه في ديك الوقيته تفائل، خلي يكون عندك حسن الظن بالله، حيت غيجي كل خير. طالما انت شوف دابا تخيل معي انا كندعي واحد الدعاء مثلا، كنقول يا ربي عوضني، وانا في الداخل ديالي عندي شك ان هادشي ربي يقدر يستجيب لي ويقدر لا، في حين لا، هادشي ما خصش يكون. خاص يكون عندي حسن الظن بالله. وعلى فكره من الشروط ديال استجابه الدعاء هو ان يكون عندك يقين ان ربي غيجي يستجيب لك داك الدعاء. واش ربي بالعظمه ديالو كاملها وغادي تغلبوا انه ربي زعما يصيفط لك العوض؟ بقاو ديما تفكروا فيها هكا. اي دعاء بغيتي تشري دار، راه ربي هذا انت راك كتطلب من الخالق، وكتطلب من الاعظم حاجه، كتطلب منها الدار. واش في نظركم هاد الدار صعيبه؟ اعوذ بالله، حتى شي حاجه ما صعيبه على الله. وفي هاد الاثناء غادي نقول لكم على واحد السيد اللي فريمون اثر فيا. هادشي كنقول لك في 2023 هكا كنت اسمع وليت ايجابيه، وليت كنتفرج في فيديو هكا كنتصنت الحاجات اللي ديال الناس الايجابيين. الموسيقى الحزينه اوهوي مابقيناش كنديروا الموسيقى الحزينه حنا. انا اللي ما كانش وشو الموسيقى ما بقيتش كنتصنت ليها بزاف، من كثر ما وليت اي شوف موسيقى فيها سعاده وفيها فرح وانشراح، يا اهلا. ما فيهاش ما تفرجش ما تصنتش انا كاع هاد الموسيقى. اش غتزيدني هاد الموسيقى الحزينه تفاداوها. شو غتسمعوا شي حد طالق الموسيقى الحزينه بعدو منه. الانسان اللي فيه الشكاوي ما تصنتوش ليا اختي. فيك الشكاوي اخويا سير شكي، راه كاع كندوزو من عندنا، كاع عندنا ابتلاءات وكاع عندنا حتى حنا هموم.
ما تجيش اخويا تشكي عليا، ما تجيش اختي تشكي عليا، الطاقه ديالك خليها عندك اختي. كما انا والله العظيم والله شاهد على ما اقول ان عمري ما بكيت ولا شكيت على شي حد من غير الام ديالي. والام ديالي كنت كنخاف عليها، كنت مثلا الا انا كنت كنبكي ما كنبغيش نبدا نبكي قدامها، كنبكي زعما في الخفاء، ما كتشوفنيش ولكن هي كتشوف عيني منفوخين، ولكن انا كنبقى نقول لها مثلا عيني هاد الحساسيه ولا هكا، ولا غير تفكرت شي حد مات ولا هكا. فلهذا بعدو من الناس السلبيه طبعا، وديما تفرجوا في الحاجات الزوينه. بحال هذا الانسان اللي غنقول لكم عليه هو فهد السباعي. هذا واحد السيد اللي كيهضر على بصراحه انا تبعته غير حيت كنت كنبقى نتسائل على الاستجابه ديال الدعاء، كنت كنبقى نقلب هكا دي فيديو وسبحان الله تصادفت مع الفيديوهات ديالو. ما يمكنش شحال عرفتي غير فيا هذاك الانسان فهد السباعي. هو كيهضر على كيفاش ان خصك تكون انت محسن الظن بالله باش يجيك كل خير، وكيهضر على العظمه ديال الخالق، وعرفتوا المواضيع ديالو زوينه. ولكن نتوما نتاقيو اكيد، كنتاقيو اي بلاصه كنمشيو تفرجوا فيها، كنتاقيو اللي الحاجه اللي غتستفيد والحاجه اللي بانت لكم هكا راه ما نتوما راه ادرى، راه ماشي نتوما باقيين صغار. ولكن هذاك السيد تفرجت صراحه تقريبا في اغلب الفيديوهات ديالو وعجبوني بزاف واثر فيا بزاف هذاك السيد. فلهذا كنقول لكم ديما بعدوا من السلبيه، بعدوا من السلبيه، بعدوا من الناس اللي كيتشكاو، بعدوا من الشكاوي، بعد سيروا تصنتوا للحاجه اللي فيها انشراح، الحاجه اللي غتزيد بيكم، الحاجه اللي غتديركم للقدام، هادشي اللي غينفعكم في الابتلاء ديالكم. ورضاو والله العظيم، وما رضيتي بهذاك الابتلاء اللي انت فيه غادي تحسي باضعاف مضاعفه. وديما يكون عندكم السلام الداخلي. شوف جاني شي حاجه اللي خايبه كنرضى بها وكنحسن الظن بالله ان ربي غيجيب ليا غيعوضني، وهذا ربي كيبغيني ابتلاني بغاني نعرف شي حوايج خصني ندوزهم حتى انا. الحياه هكا دايره، عندك شي حاجه زوينه عاوتاني كنحمد الله عليها وكنطمئن وكندعي الله انه يزيد مازال. ديما يكون عندكم هكا غتحسوا بالسلام في الداخل ديالكم. شنو ما كان الحاجه زوينه خيبه نرضى ونقول الحمد لله في السراء وفي الضراء. في الحاجه الزوينه نحمد الله، وفي الحاجه الخايبه نحمد الله. وفي الحاجه الزوينه نحمد الله ونقول يا ربي زيدني، وفي الحاجه الخايبه نحمد الله ونقول يا ربي بشرني وعوضني وانا صبرت وانت جازيني. وندعي وانا موقن بالاجابه. ربي ما غاديش واش نتوما المواضيع ديالنا تافهه زعما غتغلب حاجه ما كنقدرش نقولها حتى. من بين الحوايج عاود اللي غتنفعكم في الابتلاء ديالكم هي الصلاه. انا الصلاه نورمالمون ما خصنيش نهضر فيها اساسا، خصها تكون هذه هي عماد الدين. هذه البنات ديري فرحي حياتك، هذه ديري شنو ما بغيتي، وما عمركم تقولوا انا مثلا كندير شي حاجه خايبه ما خصنيش نصلي. لا انا كذبت ما خصنيش نصلي. لا، الرحمه ديال سيدي ربي واسعه. وبما تعرفي هذيك الصلاه راه كتنهى على الفحشاء والمنكر. هذيك الصلاه هي اللي غتخليك تبعدي على بزاف الحوايج. بالعكس صلي باش تبعدي على الحوايج الخايبين. وشنو ما كان الذنب ديالك مادام ابواب التوبه مفتوحه. وراه واش نتوما غتفهموا، انا هذه الحاجه اللي ما كنتش مستوعباها بصراحه. كنت كنقول الرحمن الرحيم 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 اسماء الله الحسنى، ولكن ما كنتش كنقولها. راه ربي ارحم من امك اللي ولداتك. شفتي الام ديالنا شحال كتبغينا، وشتي انا الام ديالي يا ربي تحفظها ليا هي الشخص الوحيد تقريبا اللي كان معايا في ديك الفتره ديال الابتلاء ديالي. كانت معايا وحق الله الا كنت واحد الانسانه مزاجيه وكنت كنتعصب وكنبقى نغوز هكا، وكانت معايا وما عمرها جرحتني وما عمرها قالت لي كلمه زعما اللي تقلقني واللي تزيد عليا، ما عمرها. وديما كانت معايا، نغلط ونجي عندها ومعايا، فرحانه كتفرح معايا، كنبكي كتبكي معايا. كنقول لكم انا كنتفادى انه انا نبكي قدامها حيتاش فريمون هي كتاثر وربما انا نقدر داكشي يدوز عندي ولكن هي ما يدوزش عندها، تبقى مازال كتفكر داكشي. ولا شي حد غير قلت لها راه فلان دار، ما كنبغيش نقول لها فلان دار فيا كتبقى دايلي انا ننسى ونتسامح مع داك الانسان وهي كتبقى حاقده.
فلهذا كنقول لكم ربي راه رحم من الام ديالكم اللي شوفوا شنو كدير، شنو انا الام ديالي شنو دارت عليا. وسبحان الله راه ملي كتقربوا من كتقربوا من الصلاه ديالكم من سوره البقره. سوره البقره معجزه معجزه معجزه. انا خصني ندير لكم فيديوهات على هذا الشيء. سوره البقره انا واحد الصديقه ديالي راه تكون كتشوفني في هاد لا فيديو، درنا تحدي. شوف سبحان الله كيفاش بديناها بتحدي. قلنا غادي واحد الشهر و10 ايام غادي نلتزموا بها يوميا. كتصوني ليا كنقول لها قريتي، كتقول لي قريت. هي شي مرات كتعطل ليا حتى الليل، انا كذلك كنقراو حتى مور العشاء. بقينا شو سبحان الله العظيم. وما يمكنش على واحد التغييرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله. زعما القران والله الا دواء واحد الدواء اللي فريمون غير غتحط غير كيدوز هكا مع الدم صافي كتوقف الصحه، ما عندك حتى شي حاجه. حتى الابتلاءات ديال الصحه صعاب انك تبتلى بصحتك شويه صعيبه، ولكن الحمد لله داكشي كيدوز. ربي كيعطيك عاوتاني انذارات باش انك تنتبه للصحه ديالك اللي هي امانه عندك. ربي يعطيك امانه هي الصحه ديالك. ناكل ماكله صحيه، نشرب الماء، نرد البال، ما نهزش تقل من بزاف الحاجات. وعلى ذكر المعادن ديال الناس اللي كنكتشفوهم، هو ان انا في هاد الابتلاءات كاملين عرفت واحد الحاجه. عرفت ان الناس ما يكونوش في القرح ديالك، ما يكونوش في الابتلاء ديالك، ولكن غيبغيو يكونوا في الفرح ديالك. وفهمت غيبغيو يكونوا في الفرح ديالك، ما غاديش يبغيو يكونوا يواسيوك في القرح، ولكن غيبغيو يكونوا في الفرح ديالك باش عاوتاني يحسدوك تبقاي نفس الدوامه. اللهم مزيان ملي تدوز هاد الابتلاء كتفلتريهم بعدا. ولا قالك شي حد قالك علاش اختي ما عيطتش ليا، قول لي اختي انا راه درت واحد لوبيراسيون. رساله لكم، درت واحد لوبيراسيون يلاه غير دابا واحد 5 موا ما جيتوش عندي، ما شفتونيش، ما طليتوش عليا، ما كنعرفكمش. انا انسانه متسامح، سمحت لكم صافي عادي. غير هو انا ما نعيطش لكم ملي نكون فرحانه. علاش نعيط لكم مثلا؟ انا نعيط لذاك الانسان اللي جا عندي وساني، نعيط لذاك الانسان اللي فريمون ما شفتش منه كلمه العيب، اللي ما جرحنيش. غنعيط لذاك الانسان اللي كاين معايا ديما. اش غندير انا بانسان ما في المرض ديالي ما يجيش لعندي، وفي القرح ديالي وفي الابتلاء ديالي تشفى فيه ونعيط لك وحشم غير انت. انا بعدا غنحشم في بلاصتك نعيط لك، غنقول اويلي وداك النهار هذا عاد قلتي لي كذا وكذا وكذا وغنعيط لك ثاني. فشو سبحان الله العظيم. دابا انا كنهضر باريحيه زعما ببساطه، انا كنعاود لكم بحال زعما هذا الشيء راه كان ساهل وهكا. واخا دابا راني كنعاود لكم، ولكن داك الشيء راه كان صعب من هكا. واش فهمتوني؟ هذاك الحزن صعيب. وانا كنبغي شوف انا ربي الا قدر عليا ابتلاء مرحبا به. اكيد غنكون باقي ما تعلمتش شي حاجات، غنكون باقي ما حليتش مخي، ما تعلمتش شحال من حاجه. ديما خذوها هكا. ربي راه رحم من امكم اللي ولداتكم، رحم لكم منها. وغادي غيدير لكم شي حاجه اكيد. غادي يكون قريصات باش كنتي فيقي معنا صاحبتي فيقي وتعلمي صافي. راه قرصنا كتعيينا. فهذا ما كان بخصوص هاد لا فيديو. والله انا شاركت معكم هاد الشيء وكنت متردده صراحه. وسبحان الله العظيم قلت بسم الله ويأذن الاذان، وانا قلت صافي غنكمل هاد لا فيديو. فهاد لا فيديو رساله لاي بنت، حيت واحد البنت هضرت معايا، جوج بنات هضرت معايا وبقات كتعاود ليا وهكا. وفريمون حسيت باللي غادي يدوزو من نفس الشيء. واخا انا نتمنى انكم تفهموا الدرس قبل ما تدوزوا بزاف، ما تضيعوش الوقت. فهم الدرس وصافي ندوز لحاجه اخرى. وربي راه كبير، وتقربوا من الله باش ربي يعطيكم كل حاجه زوينه. وحتى داك الابتلاء راه شوف سبحان الله، انا كنقول لكم هادشي كامل اللي دزت منه كان خير ليا، باش انني عرفت ناس، بعدت عليا ناس. انا وليت كان انسان عارفه حاسد، كندير اتونسيون منه. حاجه زوينه ديالي ما نقولهاش لك انا على بصلاتك ما نقولهاش لك انا خويا تصيفطها ليا مكمده. انسان شراني درت عليك هكا اكس، نادي ما ندير بك صافي. اختي انا انسان جيت تجرحيني هكا، وانا ما غنردش الاساءه. انا ماشي زعما خوفا منك ولا شي حاجه، انا ما غنردش الاساءه حيتاش انا عارفه ربي غيجازيني على داك الصبر اللي صبرت، ولا ديك الاساءه اللي تعرضت ليها وصبرت غيجازيني عليها ربي.
الزنقه. شوف الميكرو كندير فيه خير ولكن ما عنديش كيفاش ندير. المهم هذا هو لا فيديو. كنت كنتمنى نطول فيه اكثر حيت جبا عندي بزاف من الديال، ولكن الميكرو ما تيشارجي ليا وغادي الصوت غيكون شويه ناقص. ف الا بغيتو نهضر لكم على حاجات اخرين يا اهلا، وديروا ردوا بال راسكم وحاولوا انكم تكونوا تاقلموا مع كل شيء. ابتلاء الحمد لله والله يعوضنا، والفرح الحمد لله، ونسترو سترو زوينه نسترو. الله يزيدنا، الله يزيدنا، والله يفرحكم والله يفرحني ويفرح كاع البنيات وكاع الناس اجمعين يا ربي. والله يهدي كاع الناس اللي نفوسها خبيثه، الله يهديكم. و انا متاكده الا تحطيتوا في نفس المواقف راه غتحسوا الا عندكم شي ضمير راه غتحسوا بهذيك الهضره، ان الهضره كتاثر، الهضره كتطلع الانسان ولا تقدر تهبطوا. فديما ملي تكون شي حد انسان مألم ما نزيدوش عليه، ما نزيدوش عليه. ما كاينلاش الشر، ما كاينلاش الشر. هذاك الشر اللي كتعطيو نتوما كتحقدوا على الناس وهكا راه كياكل منكم وكيخليكم فريمون بزاف د الحوايج ما تعرفوهمش. والله العظيم كيخليكم بزاف د الحاجات ماشي ما تعرفوهمش، كيخليكم بزاف د الحاجات ما تستقبلوهمش. الخيرات ديال سيدي ربي والعوض ديال سيدي ربي والحاجات الزوينه اللي كيعطيها سيدي ربي ما كتجيكمش. ديما نفرح للانسان، هاد الانسان فرحانه نفرح ليها. انا والله الا مكرهش اي بنت بغيت ولو يكون اثر بسيط عندي في النهار ديالكم. ما تجرحوش حيت داك الشيء راه كيرجع مضوبل. ما تجرحوش وما تاديوش، ولو تاداو ما تاديوش. هذا راه ماشي ضعف، بالعكس هذا راه قمه الرقي وقمه. راك شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا مني كان مع قريش وهكا، شوفوا شحال ديال الاساءات كانوا كيجيوه وصبر وما كانش كيرد للاساءه. نقتديو بالرسول ديالنا. فهذا هو الفيديو، نتمنى انه يعجبكم. والله كنتمنى انكم ماشي يعجبكم، نتمنى انكم فريمون تاخذوا بالهضره اللي كنقول لكم. هاد الهضره راه بعد سنوات. وحاجه اخرى اخر نقطه، البنات اللي كيتعقدوا من وراء الزواج، اختي راه الا كان هذاك خايب، الا كان داك الانسان اللي عذبك، راه كاينين ولاد الناس وكاين سيد الرجال وكاينين سيد الرجال. دونك خلي استقبلي ما تبقيش معقده حيت غتبقاي تجذبي لراسك غير نفس الاصناف. اللهم اختي ضحكي ونشطي وتفائلي وحسني الظن بالله ويجيك الصعب ان شاء الله. شهوه. هذا هو لا فيديو، نشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.